عمرك فكرت انك بتاكل نفس الكمية ونفس السعرات زي حد تاني بس هو جسمه ثابت وانت كل يوم بتزيد؟ السر مش في عدد السعرات، السر في نوع الاكل وتوقيت الاكل وطريقة حرق الجسم. تعال نشوف مع بعض. ده شخص بياكل 2000 سعر في اليوم، وده شخص بياكل 2000 سعر في اليوم. ده جسمه مشدود ورشيق، وده عنده دهون وتعب وخمول. انا هقولك ازاي، بس ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. الشخص ده فطاره كده، والشخص ده فطاره كده، الشخص ده غدا كده، والشخص ده غدا كده. ده بياخد سناكس كده وده بياخد سناكس كده، ده عشاء كده وده عشاء كده. رغم انهم نفس السعرات بس النتيجة مختلفة 180 درجة. واحد جسمه بيحرق والتاني جسمه بيخزن. المشكلة مش بس في الأكل، المشكلة في نوع الأكل، نسبة البروتين، كمية السكر، حركة الجسم. لو عايز تغير مش لازم تبدأ بحاجة كبيرة، ابدأ بخطوة بسيطة. بدل العصير الصناعي والمواد الحافظة بعصير ليمون دافي، بدل المقلي خليها مشوي، زود الخضار وقلل السكريات. جسمك هو كنزك، حافظ عليه وافتكر مش كل سعر زي التاني. لو مهتم تعرف سعرات كل وجبة هتاكلها، انتظروني في الفيديوهات الجاية وابدأ رحلتك معانا خطوة بخطوة.